رب العالمين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على سيدنا محمد كما هو أهله. عاملنا بما أنت أهله لا ما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب ما أرحمك بنا مع عظيم جهلنا، ما أرأفك بنا مع قبيح فعلنا، ما أقربك منا برحمتك وما أبعدنا عنك بأعمالنا. ولا عجب، فمنك ما يليق بكرمك وربوبيتك، ومنا ما يليق بعبوديتنا وقيمتنا. نعطيك فتسترنا، ننساك فتذكرنا، نقطعك فتصلنا، نبتعد عنك فتقربنا. ولا عجب يا رب، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعطيك تسترني، أنت فتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك كلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. يا رب يا من أمنت يونس في بطن الحوت، ونجيت موسى في التابوت، وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبكلمة التوحيد آجالنا، توفنا على الكتاب والسنة وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، من رغب في سنة محمد وسلم، ومن رغب عن سنته غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صاحب الخلق الكريم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سورة عجيبة تلك التي تتمثل في النفس وترتسم في الخيال من قراءتنا لهذا الحديث. إنها النظرة العلمية النبوية البعيدة العميقة، وكأنه ينبهنا من غفلتنا، يوقظنا من نومنا، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبناء آدم كفاكم وهما، كفاكم غفلة ونوما، أنتم تنظرون في الدائرة التي بين أيديكم، ولذلك ترون أنفسكم ثابتين مستقرين، ويخيل إليكم أنكم دائمون باقون راكزون ثابتون. كلا، ارفعوا رؤوسكم، انظروا إلى بعيد، تأملوا في هذه الحياة عن بعد، انظروا إلى دنياكم من الأعالي، انظروا إلى أرضكم نظرة الرجل الذي ينظر إليها من خارج الغلاف الجوي. سترون وهمكم، ستتأكدون من حقيقة أمر أرضكم، سترونها غير ثابتة، سترونها غير دائمة، سترون حياتكم العظيمة العريضة جزيئا بسيطا في عالم واسع كثير. سترون كرتكم الأرضية كويكبا صغيرا يسبح في فلك عظيم إلى جانب ملايين الكواكب بل المجرات. ستشعرون عن حقيقة وعن قرب أن أرضكم الواسعة بكل قاراتها ومياهها هي مجرد سفينة. إنها سفينة كما عبر عنها رسول الله، سفينة تتقاذفها الأمواج وتتدافعها الأعاصير والعواصف، ولا تكاد تسكن لحظة واحدة حتى تراها تضطرب وتتحرك وتتزلزل من جديد. ولن تكتب لأرضكم لسفينتكم الأرضية، لن تكتب لها سلامة ولا نجاة
ولن يكتب لها امان ولا استواء فوق الموج المضطرب الا اذا كان كل راكب على ظهر هذه السفينة على حذر مما يفعل ووعي تام ومعرفة بكل ما بين يديه من حركة وسكون. أنتم إذن ركاب سفينة، وهذه الحياة هي سفينتكم تحمل على ظهرها المؤمن والكافر والبر والفاجر والمتيقظ والغفلان، تحملهم جميعا كلا الى وجهته، غير ان هذه السفينة تتأثر بكل حركة يأتي بها كل راكب على ظهر هذه السفينة، فقد تهتز وقد تضطرب وقد تجنح وقد تتزلزل وقد تهتز وترتعش، بل قد تنحرف في مسارها ذات اليمين او ذات الشمال، وقد تستوي السفينة على الافق حينا وقد ترسو الى الاعماق وتغرق في القاع احيانا اخرى. ولكنكم ومع الاسف تغمضون اعينكم عن هذه الحقيقة وتتناسون سفينة المجتمع وتنسون انكم ركاب على ظهر سفينة. يخيل اليكم انكم ثابتون راكبون مستقرون دائمون باقون خالدون، ولذلك نعصي ونكفر ونكره ونتجبر ونسرق ونظلم ونقتل، نغتاب وننم، نفسد في الارض ونسفك الدماء الى غير تلك المنكرات التي امتلأت احواض سفينتنا بها. ولو تذكر المستكبر والطاغي والمتجبر، لو تذكر الظالم والقاتل والسارق والمعتدي انه ليس راكزا في مكانه، ليس ثابتا على ارضه، ليس باقيا في مكانته، ليس خالدا في سطوته ووجاهاته، لما ظلم، لما قتل، لما افسد، لما سفك، ولما اغتر بقوته الزائلة، ولا عاد يحمي جبهته لله مصدر القوة الحقيقية في هذا الوجود، يستمد منه القوة والعون والمدد ويستلهم منه الهداية والرشاد. لو تذكر من يفسق ويفجر وينجرف وينحرف انه ليس راكبا على ارض، انه ليس ثابتا على ارض، انما هو راكب في سفينة تنخر عباب البحر، قد تغرق وقد تجنح وقد تنجو، لما فسق ولا ما فجر ولا من جرف ومن حرف، وحسب حسابا لكل خطوة يخطوها حرصا على نجاته ونجاة الآخرين ممن معه من ركاب السفينة الأبرياء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وصدق الله العظيم، وصدق الرسول الكريم يوم يشبه حياتنا بالسفينة، يخرقها رجل فيسكت الآخرون فتتدفق المياه إلى حوض السفينة فتغرق ويهلك الناس جميعا. كل ثورات الأرض أيها السادة، كل انتصاباتها
التي أجرت الدماء والتي أطاحت بالعروش والتي أثارت الرؤوس، كل الحروب المدمرة التي تأكل الأخضر واليابس بين الحين والآخر وتسمم الحياة من زمن إلى زمن، ليست إلا نهاية طبيعية لخرق في جسم السفينة سكت عنه الآخرون فغرقت السفينة بكل المجتمع. لنذكر أمثلة. بلاد العالم الإسلامي مرت به حالات كثيرة، مر به الإقطاع، مر به الرأسمالية، مر به الشيوعية، مر به زمن نمو القوميات والعنصرية. ولنتأمل في كل مرحلة. حين جاء الإقطاع ربما عانى غيرنا من المسلمين ظلم الإقطاع أكثر منا، غير أن أئمنا أيضا لم نسلم. حين جاء الإقطاع وقال لكم نحن نملك الأرض والفلاحون فيها عبيد، حينئذ خلقت السفينة غير أنها لم تغرق. لكن حين سكت الناس ولم ينكروا عليهم واستسلم الفلاحون وخدموهم كعبيد، حينئذ غرقت السفينة. حين جاء أصحاب رؤوس الأموال وقالوا إننا نملك المعامل والمصانع ووسائل الإنتاج والعمال فيها عبيد، حينئذ خرقت السفينة. وحين استسلم العمال وتعاملوا معهم كعبيد مع سادة، حينئذ غرقت السفينة. حين قالت أباطرة الشيوعية نحن نملك الأرض والمعمل والمصنع، نحن نملك البلد والوطن، والشعب قاصر، الشعب قاصر عن تدبير أمره وبحاجة إلى أوصياء هم نحن، حينئذ خرقت السفينة. وحين سكت الناس واستسلموا للأمر ولم يتناهوا عن المنكر ما دام رغيف الخبز موجود، حينئذ غرقت السفينة. حين قالت جماعة، طائفة، عشيرة، قومية من القوميات نحن سادة الدنيا، نحن شعب الله المختار، حينئذ خرقت السفينة. وحين استسلم الناس واعترفوا لهم بالأمر وعلموا أن دماء الطهر تجري في عروقهم فقط، حينئذ غرقت السفينة. حين قال رجال الدين أو من نسميهم بالعلماء والمشايخ زورا الذين يقول الرسول عنهم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، إنما ينتزعه ويقبضه، كما في معنى الحديث بقبض العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالا. حين قال هؤلاء نحن المتكلمون باسم الله، نحن الذين يجب أن تؤخذ عنا شريعته، حينئذ خرقت السفينة. وحين استسلم الناس وانقادوا لهم وعلموا أنهم يتكلمون باسم الله
وتناسوا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حينئذ غرقت سفينتنا. وهكذا غيرهم وغيرهم وغيرهم، دائما يخرق فرد، تخرق جماعة جسم السفينة، فنقول لا علاقة لنا به، إنه يخرق مكانه في السفينة وهو حر، لا سلطان لنا عليه. فتتدفق المياه إلى جسم السفينة وتغرق بنا جميعا. أذكر أمثلة أقرب هي إلى شارعك. حين يقوم شاب مفتون ينجرف وراء تيار الشهوة، يفسد في الحي بحجة أنه حر، والناس يتركونه، لا شأن لنا به، إنه يخرق مكانه في السفينة. ما الذي يحدث؟ يفسد هذا الولد الشارع كله، الحي كله، البلد كله. وبعد أن يفسد يأتي واحدنا لشاب من هذه العينة ليقول له ارأف بالمجتمع، اشفق عليه، اتق الله في شبابنا. يقول لك وهو يلتمس لنفسه العذر: أرأيت إن استقمت هل تنجو سفينتكم؟ المجتمع كله فسد. إذا استقمت ستغرق أيضا سفينتكم. الخروق كثيرة، في كل بيت من بيوتكم شاب مثلي يضرب بمعوله على جسم سفينتكم، وإن كنت ستحرموني من متعي وستغرق السفينة مرة ثانية. ربما قد يكون هذا صحيحا اليوم بعد أن فسد المجتمع. ربما الجهد الفردي لا ينقذ، ونحن بحاجة إلى جهود جماعية. قد يكون هذا صحيحا، لكنه لم يكن صحيحا يوم فسد أول شاب وسكتتم عنه وقلتم إنه يخرق مكانه وحده. حين تخرج فتاة مستهترة تتقطع في مشيتها، تتكسر في حركتها، تتفوه بكلمات متلمذة على متاع الحيوان، تلقي على الشباب قنابل شهوانية تسيل لعابهم، تخرق ثوب الحياة، تتدرج تبرج الجاهلية الأولى بحجة أنها حرة. ويسكت الناس يتركونها، إنها تخرق مكانها في السفينة، وبعد حين تسكن وراءها قطيعا من بناتكم تلقيهن في الهاوية. وإذا جئت إلى واحدة بعد أن هلكنا هؤلاء النسوة، بعد أن هلكنا، لو جئت إلى واحدة منهن وقلت لها أنت غدا اشتقي على الجيل، لقالت لا يمكنني، المجتمع كله فسد. إذا استقمت سأكون وردة ستدبل في صحراء أخلاقكم. ربما قد يكون صحيحا أن فتاة لا تصلح مجتمع، وردة لا تصنع ربيع اليوم بعد أن تسحر أرض المجتمع، ولكن لم يكن ذلك صحيحا يوم خرجت أول فتاة إلى الشارع وقلنا لا علاقة لنا بها، إنها تخرق مكانها وحدها في السفينة. يقول كاتب، شاعر، صحفي،
ممثل مخرج بنشر الفساد بين ربوع المجتمع بحجة انه حر في التعبير عما يريد، ويسكت الناس لا علاقة لنا به انه يخرق مكانه. بعد حين يقبل المراهقون والمتسلطون على انتاجه، فيكتب من ورائكم ثراء عريضا وجاها وربما نفوذا في بعض الاوقات، ويغري نجاحه غيره من الكتاب فيشكلون قافلة من الكلاب المسعورة تفتك في جسم المجتمع. وبعد أن فسدت شريحة هؤلاء المتسلطون على تعليم أبنائنا، لو جئت إلى واحد منهم وقلت لهم أيها الكاتب، أيها الشاعر، أيها الصحفي، أيها الممثل والفنان، اشفق على أبنائنا، لقال لك ماذا أصنع؟ أنتم الفاسدون، نحن نؤلف ونكتب حسب رغباتكم. الناس أصبحوا لا يريدون كلاما جادا، مقالا نظيفا، فيلما ثقافيا. الناس يريدون صحيفة عارية، أفكارا عارية، أدبا عار، صورا عارية، أفلاما عارية، مجتمعا عار. وهب أنني أنا الكاتب والشاعر، هب أنني تبت واستقمت. من الذي يقرأ؟ من الذي يقرأ مقالاتي ويشاهد مسلسلي؟ وبالتالي من يشتري؟ وبالتالي كيف أؤمن السيولة اللازمة لاستمراريتي؟ قد يكون هذا صحيحا اليوم بعد أن نفسدوا مجتمعنا، ولكن لم يكن ذلك صحيحا يوم خرج أول كاتب وشاعر على ديننا وسكتنا وقلنا إنه يخرق مكانه في السفينة. يقوم طالب يغش في الامتحان بحجة أنه حر في تحديد مستقبله، وتسكت الرقابة قد شفقة على مستقبل هذا الولد، أو طمعا فيما عند أمه من مكافآت، أو خوفا من والده إن كان من الذين أنتم تخافون منهم جميعا. ربما فينجح الطالب دون عناء ويغري نجاحه طلبة آخرين يروحون يعبثون كل سنة وقبل الامتحان يحضرون الراشدات اللازمة. وقد ينجح الطالب الغشاش ويرسب المجدون، وقد يدخل الجامعة ويبقى المجدون في الشارع يدفعون عربة الخضار، لأن العلم والذاكرة قد تخونه لحظة الامتحان، بينما الراشدة لا تخون كل شيء مدون. حينئذ سيتشكل قطيع من الغشاشين، ولا عجب حينئذ أن ترى في المجتمع المعلم الغشاش، المهندس الغشاش، الطبيب الغشاش، المحامي الغشاش، القاضي الغشاش، المسؤول الغشاش، الإداري الغشاش، الخطيب الغشاش، الشيخ الغشاش، العالم الغشاش، الإمام الغشاش. لما؟ لأنهم جميعا هو ذلك الطالب الغشاش
الذي سكتنا عنه وقلنا لا علاقة لنا به إنه يفرق مكانه في السفينة. يقوم والد ضعيف الشخصية يترك أبناءه في الشارع يتلقون تعليماتهم من كل رائح وغاد، يسكت أبناء الحي. لما لا تنكرون؟ يقولون لا علاقة لنا به، إنه يربي أبناءه بالشكل الذي وفي النهاية هو الخاسر، لا علاقة لنا به. عليك بنفسك لا يضرك من ضل. ما الذي يحصل؟ ينطلق هؤلاء الأبناء المتسلطون إلى المواخر وبيوت الفاحشة، يستمتعون بالتحلل من القيود والتسلط من الضوابط، يتمتعون بلذة الهبوط والمزاج المنحرف والكيان المقلوب. هذه المتع تغري غيرهم من أبناء الشارع والحي والقرية، فيقتدون بهم وينجرفون وراءهم والآباء نائمون، ولا يصحون إلا وهم يجدون أن الأبناء قد تفلتوا. يحاولون حينئذ أن يفرضوا قيودا قاسية على أبنائهم، فيجدون الرد القاسي من الأبناء يدور في مجتمع أكثر منك. أنت خلقت لزمن وأنا خلقت لزمن جديد. أتريد أن تستعبدني بما تنفق علي؟ نعم، أنت ملزم بالإنفاق علي لأنك أب، لكن لا تستطيع أن تتدخل في أمري لأنني أنا شاب. أنا رجل مثلك. تقول البنت لأبيها وأمها: ما هذه الرقابة؟ ما هذه القيود؟ اخرجي، لا تخرجي، لا تصاحبي، لا تذهبي. ما هذه؟ أتظنون أنكم الرقباء على ضميري، الأوصياء على سلوكي؟ أنا الرقيبة على أخلاقي، أنا الوصية على نفسي، لست طفل البارحة. أتظنون أنكم برقابتكم ستحمونني من السقوط إذا أردت السقوط؟ هكذا تقول. ثم ما هو السقوط والشرف؟ هل هو في الملابس؟ هب أنني كشفت شيئا عن بدني، هل سأفقد هذا العضو المكسور؟ هب أنني خرجت في أمسية في سهرة وحيدة أو مع ابن جارتنا، ما الذي يحصل؟ هل ستخرب الدنيا؟ أنتم رجعيون، أنتم تنظرون إلى الدنيا بعيون مغلقة مغمضة. دعوني أتمتع كما تتمتع الأخريات. يحصل صراع بين الجيل الجديد والجيل القديم، ويشكو الآباء. الأبناء متمردون، البنات متسلطات. أيها الشيخ أفتني، هل سيعاقبني الله بسلوك ابني؟ لا أقدر عليه، إنه رجل يستطيع أن يضربني. هل سيحاسبني الله؟ نعم، سيحاسبك الله، لكنني لا أستطيع أن أغير شيئا من سلوكه. نعم، قد لا تستطيع أن تغير اليوم بعد أن غرقت السفينة، ولكن كنت تستطيع سابقا يوم خرق أول خرق في جسم سفينتك.
وسكت وقلت لا علاقة لي به. يوم أهمل أول أب أبناءه وقلت لا علاقة لي به، إنه يخرق مكانه في السفينة. حين يقوم موظف يرتشي يسكت الناس عنه، يسكتون إما بدافع الحاجة إلى ما في يديه أو خوفا منه إن كان من ذوي النفوذ، يسكتون. ويجمع هذا المرتشي ثراء عريضا سهل المورد، لا يقبل الخسارة والكساد، نجاحه يغري غيره، فيتشكل لدينا قطيع من المرتشين، فلا يحق حق ولا تسير معاملة إلا بقوة دفع من الرشوة، إلا بوقود، وبدون الرشوة توصد الأبواب في وجه ذوي الحقوق. لو جئت بعد ذلك إلى واحد من هؤلاء وقلت له يا هذا اتق الله، لقد أفسدتم المجتمع، سهلوا على الناس، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وظللت تصيح معه ساعة، ما الذي يقول؟ يقول لك هل أنا المرتشي وحدي؟ المجتمع كله مرتشي، من الباب إلى المحراب، من البرج إلى أدنى القبو، الجميع يرتشون. وهب أنني تبت، هب أنني ترفعت عن الدنايا، تعصبت عن الرشوة، هل تظنون أن معاملات الناس ستسير؟ هل تظنون أن سفينتكم ستنجو من الغرق؟ لو سيرت المعاملة من عندي ستقف في الغرفة الثانية. ما الذي يحصل؟ ستحرمونني أنا وحدي من مورد هذا الكبير، وتتركونني أسير الدخل المحدود الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. قد يكون هذا صحيحا اليوم، ولكن ليس هذا صحيحا، ولم يكن هذا صحيحا يوم ارتشى أول مرتش وسكتتم عنه وقدمتم له الرشوة وقلتم لا علاقة لنا به، إنه يخرق مكانه في السفينة. لا أريد أن أطيل عليكم، الأمثلة كثيرة، أنتم تعرفونها أكثر مني، لكن كل هذه الأمثلة التي أوردناها تدور حول محور واحد: خرق في جسم السفينة لا يجبر، يسكت عنه، لا يلحم، تتدفق المياه بعد ذلك إلى جسم السفينة فتغرق. كل هذه الأمثلة ما قلتها وما لم أقلها وما أنتم أعلم بها مني، أو ما أنتم أعلم بها مني، كلها تقول صدق رسول الله. نحن لسنا إلا ركاب سفينة تتقاذفها الأمواج، تتدافعها الأعاصير، والقضية بالنسبة لنا جميعا هي قضية حياة أو موت، قضية نجاة أو غرق. فإما أن تحسوا بوحدة المصلحة وتأخذوا على يد المسيء والمفسد فتنجو السفينة وينجو المجتمع، وإما أن تهملوا وتتقاعسوا، وحينئذ يتسع الخرق على الراقع وتتدفق المياه إلى سفينتكم فتحدث الطامة التي تغرقكم جميعا. نعم أيها السادة، أنتم ركاب سفينة واحدة، إما ناجية بكم جميعا
وإما غارقة أيضا بكم جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنتم ركاب سفينة واحدة، إما ناجية وإما غارقة، فلا ينبغي لبعضكم أن ينفصل عن البعض، ولا ينبغي لبعضكم أن يلتفت عن البعض، ولا ينبغي لأحدكم ألا يهتم بأخيه، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إنه الرباط الذي يريده الله لكم يا ركاب السفينة، رباط الإيمان، رباط المصير الواحد، رباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رباط التعاون على البر والتقوى لا التعاون على الإثم والعدوان، رباط يقول فيه رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رباط لا يقول أحدكم فيه: لا علاقة لي بفلان فلن أدخل قبره. رباط لا يقول أحدكم: ليس لك علاقة بي فلن تدخل قبري. رباط المصير الواحد، رباط القبر الواحد، رباط الإيمان بالله الواحد. فلنصح إذا من غفلتنا، لنتنبه من رقابنا، لنعاهد ربنا في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك، لنعاهد ربنا وربان سفينتنا محمد صلوات الله عليه وسلامه أن نحرص على سلامة السفينة وركابها، لنأمر بالمعروف، لننهى عن المنكر ولو منكرا واحدا في أسبوع. نحن في هذا المسجد ما يقارب 1000 رجل، لو أن أي واحد منا غير منكرا في أسبوع، منكرا واحدا في سلوكه، في سلوك أخيه، في سلوك عائلته، في سلوك حيه وبلده، منكر واحد، هذا يعني أننا سنغير 1000 منكر في أسبوع. والسنة 48 أسبوعا، أي أننا في مثل هذا اليوم من السنة القادمة سنغير 48,000 منكر. لنلتزم بإنقاذ فرد من أبناء السفينة، فرد واحد كل سنة. أنقذ شخصا واحدا من رفاقك، شخص واحد اصحبه معك إلى بيت من بيوت الله، تجد السفينة كيف تنجو. أنتم اليوم 1000 رجل، في السنة القادمة لو أصلح وأنقذ كل واحد منكم واحدة ستكونون 2000، وهكذا سيتضاعف الرقم. لا تظنوا أن المسؤول عن السفينة هو الربان، ليست المسؤولية على العلماء أو على الخطباء أو على أهل الحل والعقد، وإن كانت مسؤوليتهم أكبر. أنتم جميعا ركاب السفينة، وعليكم أن تضحوا بأهوائكم، بشهواتكم، بأموالكم، بأنفسكم في سبيل نجاة السفينة. إذن لنسعى، لنأمر بالمعروف، ولا نيأس من روح الله. حتى لو وجدنا السفينة تغرق، حتى لو غرقت السفينة بك أنت، فشتان ما بين غريق وغريق، شتان ما بين غريق يذهب إلى النار
وغريق جاهد ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف حتى غرقت السفينة فاستقبلته الملائكة سلام طبتم فادخلوها خالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.